النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الشخصيات المثيرة للجدل على السوشيال ميديا، ليلى عبد اللطيف. كلنا شفنا فيديوهاتها وتوقعاتها اللي أحيانا صادمة وأحيانا غريبة، بس السؤال اللي لازم نسأله: هل فعلا عندها قدرة على التنبؤ بالمستقبل، ولا كله مجرد كلام عام الناس بتحبه وتصدقه؟ النهاردة هنعرض لكم أشهر توقعاتها، وهل هي فعلا عندها قدرة على التنبؤ بالأحداث، ولا ليها علاقات بأجهزة بتمدها بالمعلومات لتنفيذ أجندة واضحة عشان نصدقها بعد كده في أي حاجة تقولها، ولا زي ما هي بتقول كله من عند الله؟ النهاردة إن شاء الله هتعرفوا حقيقة الأمر بالظبط، وهل فعلا كله من عند الله، ولا إنها قدرت تخدعنا طول الفترة ديت. من أكتر الحاجات اللي ليلى عبد اللطيف قالتها وعملت جدل جامد توقعاتها لمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الفيديو اللي انتشر جدا قبل كام سنة واللي قالت فيه في حادث طيارة هيشغل العالم ومفيش حد هيطلع منه سالم. بعدها حصلت حادثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وناس كتير قالت شايفين ليلى توقعت وده اللي حصل بالفعل. طيب خلونا نتكلم من الناحية الواقعية وبالعقل وبالمنطق. الكلام ده كان عام جدا، مفيش اسم، مفيش دولة، مفيش حد معين. حوادث الطيارات بتحصل يوميا حوالين العالم، مش بس في إيران. حتى ليلى نفسها قالت بعد الحادث إن ده مجرد توقع عام مش عن رئيس معين. يعني مجرد تطابق حادث طيارة مع الكلام العام مش دليل على التنبؤ. ده مثال واضح على التأويل بعد الحدث. في تنبؤ تاني للتوترات بين إيران وإسرائيل. ظهرت تصريحات تانية تقول إن العلاقات بين إيران وإسرائيل هتبقى متوترة وممكن توصل لضربات داخل العمق الإيراني. ومع أول تصعيد حصل الناس رجعت للفيديو وقالت شايفين حصلت التوقعات اللي ليلى عبد اللطيف قالتها، مع ان في الواقع الموضوع اصلا معروف. التوتر بين ايران واسرائيل موجود من زمان، وممكن اي محلل سياسي يتوقع التصعيد. التصريحات كانت عامة جدا، مفيش تفاصيل عن المكان او الوقت او النتائج. يعني تاني مجرد تطابق الحدث مع الكلام العام مش دليل على قدرة خارقة. أما بخصوص الزلازل والكوارث الطبيعية، ليلى قالت ممكن تحصل كوارث طبيعية زي الزلازل في بعض الدول، بس مش هتكون مدمرة. وبعدها حصلت هزة أرضية خفيفة في مصر، وانتشرت التوقعات تاني على السوشيال ميديا. التحليل الواقعي: الزلازل ظواهر طبيعية بتحصل بسبب حركة الصفائح الأرضية. مصر مش على حزام زلزال جديد، فالتوقع كان مجرد تكهن. الخبراء بيحددوا المخاطر على خرائط علمية مش بالتنجيم أو الأبراج. يعني مجرد إنها تقول ممكن يحصل زلزال ده مش تنبؤ علمي دقيق، مجرد توقع عام ممكن أي حدث صغير يتطابق معاه. ونيجي لحياة المشاهير زي ياسمين عبد العزيز. ليلى قالت حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز ممكن تتغير بعد طلاقها، وممكن نلاحظ تأثير على أعمالها أو علاقاتها الجديدة. طيب تحليلنا إن توقعات حياة المشاهير غالبا بتكون عامة ومفتوحة. أي حاجة تحصل بعد كده الناس هترجع تقول شايفين زي ما قالت أهو ده بعينه اللي حصل. ده مش دليل على معرفة الغيب، ده مجرد كلام عام ممكن يتفسر بعد الأحداث. طيب ليلى عبد اللطيف دايما بتقول إن الكلام والتوقعات بتاعتها ديت كلها من عند الله، وبتكرر الكلمة ديت كتير قوي في معظم الحلقات والبرامج اللي بتطلع فيها. طيب هو اللي من عند الله مرة تحصل ومرة ما بتحصلش؟ طبعا كلام غير منطقي. تعالوا شوفوا بنفسكم ده من عند الله ولا من عند مين بالظبط، ولا من عند ليلى عبد اللطيف نفسها. من الحاجات اللي قالتها وما حصلتش: كوارث طبيعية مدمرة في دول المتوسط.
ما حصلش أي زلزال أو كارثة بنفس الوصف. وفاة شخصية بارزة بشكل مفاجئ في العالم العربي، ما حصلش بالشكل اللي اتقال ده حرفيا. تطورات سياسية حادة أو انفجارات في ملفات حساسة زي سد النهضة، ما حصلش أي انفجار أو تغيير جذري. هبوط مفاجئ في سعر الدولار واضطرابات مالية كبيرة. الأسواق العالمية ما شافتش حاجة زي كده أو ما شاهدتش ده بالشكل المتوقع. انتشار أوبئة أشد خطورة من كورونا، ما حصلش أي وباء جديد بنفس مستوى الخطورة المتوقع. فوز كامالا هاريس في انتخابات 2024 وده طبعا ما حصلش. الانتخابات اللي كسب فيها ترامب، ولما يحصل حاجة منها تقول ده من عند الله. ازاي الحاجات ديت تكون من عند الله؟ صحيح كذب المنجمون ولو صدقوا، زي ما شفنا اغلب التوقعات كانت عامة جدا او مفتوحة التأويل. اي حدث يحصل بعد كده الناس بيرجعوا يربطوه بالتوقع القديم، وده بيسمى بالتأويل الاسترجاعي. التحليل العلمي لكل التوقعات، الكلام العام عبارات زي شيء هيهز العالم، ممكن تنطبق على أي حدث بعد كده. التأويل بعد وقوع الحدث، الناس دايما بتربط التوقعات بالأحداث بعد ما تحصل. غياب التفاصيل الدقيقة، مفيش أي تفاصيل واضحة أو محددة، لا تاريخ محدد ولا مكان ولا دليل علمي. يعني أي حد يسمع الكلام ده لازم يبقى عنده وعي نقدي قبل ما يصدق أي توقعات عامة. مفيش أي حد يعرف الغيب. التوقعات العامة على السوشيال ميديا ممكن تكون ممتعة وفضولية، لكن مش حقيقة علمية. أفضل حاجة نعملها نراجع الحقائق قبل ما نصدق أي كلام. نسأل نفسنا الكلام ده محدد فيه دليل علمي ولا مجرد تصريح عام ممكن تفسيره بعد وقوع الأحداث. ده يخليك تفهم كويس الفرق بين توقع عام والواقع الحقيقي، ونحمي نفسنا من الانبهار بالأشياء اللي شكلها صادم بس في الحقيقة مجرد كلام عام أو مفبرك. أي حد فينا من خلال المتابعة وتحليل الأحداث ممكن يتوقع 50 حاجة، واللي تحصل منهم يجيب الفيديو القديم ويقول شفتوا بنفسكم، صدقتوا كلامي، أنا قلت وحصل. وهي دي حقيقة الأمر باختصار. في النهاية أحب أختم بكلام سيد الخلق وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.